رزتهن سافيات الرياح، هتف عباس وحده وصار الجدال، هتف عباس وحده وصار الجدال، والهاشم قالت علينا النزال، والانصار تناخت وقالت محال، بالطفوف احنا اللي نبديلها، والله شبوي والحيدر قالت العز بالصقال، والابطال يهولهم لاقى الابطال، هاشم تنهض بالحمول الثقال، والكلافه للكلافه تشيلها، والله قالت الانصار ذل على الانصار، ولو بدت هاشم نقص ونصير عار، ليش طلقنا النساء وعفنا الديار، كون حق اهل المجد نجري لها، نجري حق المرتضى وحق الرسول، جمعت شبانها شيب وكهول، قالت الانصار يا حسين ايش تقول، صحبتك لو هاشم التبديلها، والله قال تبدي اصحابنا وسالت العين، وهز حبيب الرمح يم وجه الحسين، اليوم نحمي الدار ونشيد الدين، اليوم الهموم العليك نزيلها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجلسنا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة السادسة من شهر محرم الحرام، الليلة التي خصصت لأصحاب الحسين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. في البداية لا بد أن نفرق بين قولنا أصحاب الحسين عامة وبين قولنا أصحاب الحسين يوم عاشوراء، لأنه إذا قلنا أصحاب الحسين عامة فهذا مفهوم يشمل حتى أولئك الذين لم يلتحقوا بالحسين في يوم عاشوراء لأسباب جعلتهم لم يلتحقوا بالحسين، إما أنهم كانوا في سجون عبيد الله بن زياد في الكوفة، أو البعض أسباب أخرى جعلتهم لم يلتحقوا بالحسين عليه السلام كالطرماح. أما أصحاب الحسين يوم عاشوراء فهم حصرا تلك الثلة المؤمنة التي اختارها الله، وقد استشهدوا بأجمعهم بين يدي الحسين في كربلاء. وكذلك لا بد أن نفرق بين قولنا شهداء النهضة الحسينية وبين قولنا شهداء الطف، لأن شهداء النهضة الحسينية مفهوم عام يشمل سفراء الحسين بشكل عام، سواء الذين استشهدوا في البصرة كسليمان بن أبي رزين، أو الذين استشهدوا في الكوفة كمسلم بن عقيل وعبد الله بن يقطر وهاني بن عروة وقيس بن مسهر الصيداوي وعبد الأعلى بن يزيد الكلبي وغيرهم من صحابة الحسين عليه السلام الذين استشهدوا دفاعا عن النهضة الحسينية في الكوفة، فهؤلاء كلهم يسمون شهداء النهضة الحسينية. وأما شهداء الطف فهذا مفهوم محصور بتلك الثلة كما قلنا الذين استشهدوا بين يدي الحسين في يوم عاشوراء. طبعا كما تعلمون اختلف المؤرخون في عدد أصحاب الحسين عليه السلام، فمنهم من قال أن عددهم 72، ومنهم من قال أن عددهم 113، ومنهم من قال أن عددهم 140، وهكذا أقوال متعددة، ولكن مشهور علمائنا قالوا بأن عدد أصحاب الحسين الذين قتلوا معه في يوم عاشوراء كانوا 72. كما اختلف المؤرخون أيضا في عدد أهل بيت الحسين عليه السلام الذين استشهدوا بين يدي الحسين في يوم عاشوراء، فمنهم من قال أن عددهم 18،
ومنهم من قال أن عددهم 22. وكذلك اختلف المؤرخون حول عدد الأعداء الذين حاربوا الحسين في كربلاء، ولكن أشهر الأقوال هو 30 ألفا، وهذا القول الذي أخذناه عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم يزدلف عليك 30 ألفا. طبعا هذه الليلة من المفترض أن نتحدث عن أصحاب الحسين عليه السلام بما يتناسب ومقامهم، لأن أصحاب الحسين عليه السلام الله عز وجل هو الذي اختارهم، وهو الذي اجتباهم، وهو الذي اصطفاهم حتى يكونوا شهداء بين يدي ابن بنت رسول الله في يوم عاشوراء. ولذلك اتصفوا بكثير من الصفات التي تجرد منها غيرهم، بل كانت فيهم صفات لم تكن موجودة حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وحتى في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، بل وحتى في أصحاب صاحب العصر والزمان الذين سينصرونه في آخر العصر والزمان. وهذا ما أكده الحسين نفسه صلوات الله وسلامه عليه. والرواية موجودة عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: في ليلة عاشوراء خطب أبي الحسين سلام الله عليه في أصحابه خطبة، فخرجت من الخيمة أستمع حديثه وأنا إذ ذاك مريض، فنظرت إلى أبي الحسين وقد اجتمع بأصحابه، فبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: اللهم إني لا أعلم أصحابا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأتقى من أهل بيتي. طبعا كما تعلمون في عقيدتنا أن علم الحسين علم مطلق، بل علم الإمام المعصوم هو علم مطلق، كما جاء عن الأئمة عليهم السلام: أعطينا علم الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وأعطينا علم ما كان وما يكون إلى يوم الدين. فلو كان الحسين عليه السلام يعلم بأن أصحاب رسول الله أعظم عند الله من أصحابه لما جاز له أن يقول هذا الكلام. ولو كان الحسين يعلم بأن أصحاب أمير المؤمنين أعظم عند الله من أصحابه لما قال هذا الكلام. ولو كان الحسين يعلم بأن أصحاب الأئمة الذين جاءوا من بعده أعظم عند الله من أصحابه لما قال هذا الكلام. ولو كان الحسين يعلم بأن أصحاب صاحب العصر والزمان الذين سينصرونه في آخر الزمان أعظم عند الله من أصحابه لما قال هذا الكلام أبدا. فكلامه مطلق: اللهم إني لا أعلم أصحابا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأتقى من أهل بيتي. ثم بعد ذلك يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: التفت أبي الحسين لأصحابه قال: أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، أنتم في حل من بيعتي ليس عليكم مني ذمام. يقول: فنهض إليه عمي العباس وقال: أخي أبا عبد الله لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أبقانا الله لذلك أبدا. ثم التفت أبي الحسين لآل عقيل وقال لهم: يا آل عقيل حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذنت لكم. فقاموا جميعا وسيوفهم بأيديهم فقالوا: قبح الله العيش بعدك يا أبا عبد الله. ثم قام إليه مسلم بن عوسجة وقال: والله لا أفارقك يا أبا عبد الله حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي حتى أموت دونك. ثم قام إليه زهير بن القيم في ليلة عاشوراء وقال: يا أبا عبد الله والله لو أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أذر رمادا في الريح ويفعل بي مثل ذلك 1000 مرة على أن يدفع الله بذلك عنكم القتل لقبلت، فكيف وإذا بها قتل واحدة. فشكرهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأخبرهم بالذي سيجري عليهم في يوم عاشوراء، فكانوا مستعدين تماما للذب بين يدي ابن بنت رسول الله. ولذلك تراهم في يوم عاشوراء يقدمون أنفسهم للموت واحدا بعد الآخر، وأصبحوا كلهم طعما للسيوف والرماح. وهذا دليل على ولائهم ويقينهم المطلق بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأما الصفة الثانية التي اشتهر بها أصحاب الحسين وعرف بها أصحاب الحسين عليهم السلام هو ما جاء في رواية القطب الراوندي
بسند معتبر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: خطب جدي الحسين بأصحابه ليلة عاشوراء فقال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين يخبر أصحابه بحديث قاله له جده المصطفى صلى الله عليه وآله، فقال لهم: قال لي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني ستساق إلى أرض العراق، وهي أرض التقى فيها النبيون وأصحاب النبيين، وستقتل فيها وسيقتل معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد. هذه الرواية جاءت عن طريق الإمام الباقر عليه السلام. ثم تلا قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم تلا قوله تعالى: فقطعن أيديهن وقلن حاشا ما هذا بشر إن هو إلا ملك كريم. هل هذا يعني أن أصحاب الحسين في يوم عاشوراء لم يجدوا ألم مس الحديد؟ هل أنهم ذابوا بحب إمامهم حتى وصلوا إلى تلك المرحلة بحيث صاروا يتمنون الموت ويتسابقون على المنية واحدا بعد الآخر؟ نعم، كما حصل مع عابس بن شبيب الشاكري. يقول شوذب مولاه: رأيته يطرد 200 بسيفه. وعابس كما تعلمون صنديق من صناديق العرب، لم يتجرأ أحد أن يقف بوجهه ما دام سيفه بيده. يقول: فرأيته يشد على القوم ويطرد أكثر من 200 بسيفه، فلم يتجرأ عليه أحد، فصار يخلع ثيابه ينزع ملابسه. يقول: فصحت به: أجننت يا عابس؟ قال: بلى، جنني حب الحسين. وهاي طبعا يذكرها صاحب مقاتل الطالبيين: جنني حب الحسين. إذن هذا ما قاله رسول الله: لا يجدون ألم مس الحديد، لذلك صاروا يتسابقون على الموت واحدا بعد الآخر. وحتى علي الأكبر لما هوى على الثرى صاح بأعلى صوته لأبيه الحسين عليه السلام: أبا حسين، ها قد سقاني جدي رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. يعني علي الأكبر لا زال على قيد الحياة، بمجرد أن هوى على الثرى صاح: أبا حسين، ها قد سقاني جدي رسول الله بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. هذه الصفة الثانية التي عرف بها أصحاب الحسين عليه السلام وعليهم السلام. وأما الصفة الثالثة فهي صفة الفقاهة، فكان أكثرهم من العلماء والفضلاء والفقهاء، وكانوا من أهل العلم والمعرفة. يعني تخيل برير الذي يتحدث عنه المؤرخون بأنه كان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقرآن من شيوخ القراء في جامع الكوفة. وأما مسلم بن عوسجة فكان ممن شهد رسول الله وسمع حديثه وجلس تحت منبره وحدث عن النبي صلى الله عليه وآله. وأما عن حبيب بن مظاهر الأسدي الذي تجاوز عمره 90 عاما، كان عمره 190 سنة. حبيب بن مظاهر الأسدي لما حط الحسين رحاله في كربلاء في اليوم الثاني من شهر محرم الحرام، بعث بكتاب إلى حبيب بن مظاهر الأسدي. هذا الكتاب مختصر جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر، أما بعد، فقد نزلنا كربلاء والسلام. بمجرد أن وصل كتاب الحسين لحبيب قبله ثم وضعه على عينيه والتحق بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، واستشهد بين يديه في يوم عاشوراء. فكانوا من أهل العلم وأهل المعرفة وأهل التقوى. أضف إلى ذلك الصفات الأخرى التي اتصف بها أصحاب الحسين عليه وعليهم السلام، هو ما جاء على ألسنة الأعداء أنفسهم، ليس رواية مثلا نقلت عن أحد الأئمة عليهم السلام، بل الأعداء هم الذين وصفوا أصحاب الحسين بكثير من الصفات، خصوصا صفة الشجاعة والبسالة والصلابة والإقدام في الحرب والثبات على الحق. يعني تصور عمر بن سعد لما حمي القتال واشتد الوطيس صاح بالقول بأعلى صوته: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان مصر وأهل البصائر وقوما مستميتين، والله ما برز إليهم أحد منكم إلا وقتلوه على قلتهم. أضف إلى ذلك
طبيعي أن المعركة إذا انتهت عندما يرجع العسكر والجند والقادة إلى بيوتهم ومناطقهم، يحدثون الناس بما شهدوه، يحدثونهم عن طبيعة المعركة. شلون احنا لما انتهت معركة الجهاد الكفائي ضد داعش، لما رجعوا اخوتنا المجاهدين نسألهم احنا عن طبيعة المعركة والصراع مع داعش، يحدثونا عن المعركة، عن تفاصيل المعركة، عن أحداث شاهدوها بأعينهم في المعركة. هكذا كانت لما انتهت معركة الطف، رجع الجنود إلى بيوتهم ومناطقهم وقراهم التي يسكنون فيها، فكانت الناس تسألهم عن معركة كربلاء. ففي يوم من الأيام أحد القادة سألوه في جيش عمر بن سعد، قال له: عضضت بالجندل، إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا. ثارت علينا عصابة أيديها على مقابض سيوفها كالأسود الضارية، تلقي نفسها على الموت، لا تقبل بالأمان ولا ترضى بالمال. والله لو تركناهم لأتوا على نفوس المعسكر بحذافيرها، فما كنا فاعلين لا أم لك. هكذا الأعداء يتحدثون عن عظمة أصحاب الحسين وعن بسالتهم وشجاعتهم في الميدان. أضف إلى ذلك، والشواهد طبعا على هذه الصلابة وهذه الشجاعة وهذه البسالة كثيرة جدا، خصوصا إذا الأحبة يقرؤون مثلا في كتاب الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، يعني يتحدث عن أصحاب الحسين بتفاصيل كثيرة وكبيرة جدا، من جملتها وهذا طبعا الشخصية التي لعله التاريخ غيبها. عادة نحن نركز على حبيب وعلى برير وعلى زهير وعلى مسلم بن عوسجة وغيرهم من أصحاب الحسين عليه السلام، ولكن هنالك بعض الشخصيات التي ذكرت في مصادر تعتبر معتبرة عندنا، مثل مقاتل الطالبيين من المصادر الجيدة التي يعتمد عليها كثير من علمائنا، أو كتاب مثلا مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم. ذكروا شخصية عامر أو عمار ابن أبي سلام الهمداني، هذا أحد أصحاب الحسين الذي غيبه التاريخ، أحد أصحاب الحسين الذي لم يذكر إلا نادرا، شخصية كان من أصحاب رسول الله وكذلك من أصحاب أمير المؤمنين، وكان شجاعا يتمتع بشجاعة قل نظيرها في زمانه. نفس صاحب مقاتل الطالبيين يقول كانت شخصية استثنائية عمار بن أبي سلام الهمداني، وقد شارك مع أمير المؤمنين في معركة الجمل ومعركة صفين ومعركة النهروان، وكان شخصية بارزة في ذلك الزمان. ولما سمع بالحسين عليه السلام قد جاء إلى كربلاء، تدرع بدرعه وأخذ لامة حربه واتجه باتجاه كربلاء. خرج من الكوفة شيخ من شيوخ أهل الكوفة معروف يتمتع بوجاهة اجتماعية كبيرة في زمانه، وصل إلى مكان اسمه جسر الصراط. جسر الصراط يعتبر المنطقة الفاصلة أو الجسر العابر أو الفاصل بين الكوفة، وهو الطريق المؤدي إلى كربلاء. عبيد الله بن زياد جاء بشخصية معروف بعدائه لأهل البيت عليهم السلام، اسمه زجر ابن قيس النخعي، ومعه 500 فارس. نفسه صاحب مقاتل الطالبيين يقول جاء هذا الرجل ومعه 500 فارس لحراسة هذا الجسر حتى يقطع جميع الإمدادات التي قد تصل للحسين من الموالين للحسين في الكوفة. أكو دعم عسكري، أكو إمدادات، أكو دعم لوجستي وما شابه قد يصل للحسين عليه السلام. فهذا اللعين مأمور بقطع جميع الإمدادات التي تصل للحسين، كما أن عبيد الله بن زياد أمره أن يقوم بقتل كل من يريد الالتحاق بالحسين في كربلاء. فعامر بن أبي سلامة أو عمار بن أبي سلام الهمداني لما وصل إلى هذا الجسر وكان متدرعا بدرعه لابسا لامة حربه وكان رجل معروف، لما رأى هذا اللعين زجر بن قيس النخعي قال إلى أين يا ابن أبي سلامة؟ قال له حتى ألتحق بركب سيد الحسين. قال أنت تعلم بأن الأوامر صدرت من عبيد الله بن زياد بقتل كل من يقترب بل كل من يريد الالتحاق بالحسين، ارجع من حيث أتيت، لا نريد أن نلطخ سيوفنا بدمائك. قال لهم كلا والله حتى ألتحق بالحسين عليه السلام. فجرد سيفه وجردوا سيوفهم، شد عليهم وشدوا عليه، فغاص في أوساطهم، قلب الميمن على الميسرة واقتحم الجسر والتحق بالحسين واستشهد بين يديه في يوم عاشوراء.
عندما تتحدث عن شخصية